الجبن دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل معاكم سمك. انا هبدا بالسلطه على ما اولع الفرن. ماشي، ده سمك شبر، دي سمكه رنجه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله اهو. ما تنسوش الاشتراك مع يوم مع ولاد، يا ريت والله عشان تبقى احبطتني قوي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والرز مولعين عليه. ده الرز، يعني كده ولعنا الرز وبنعمل السلطة ولسه السمك وانتوا معانا. انا معايا دلوقتي بقى هو في حاجات الحدوق اللي انا هعملها. معايا كزبره او خضره وجزر وفلفل احمر وليمون، بس الليمون هعصره مش هحطه بقشره عشان قشره بيمرر. ده حدوق السمك. ممكن تنزلي شوية. معايا التوم اهوت، انا فصلاه علشان خاطر لو في تين ولا حاجه انا مش شايفاه. ماشي، ده كله هحطه في الخلاط واضربهم. عندك بقى كبه حطي، عدد الدقوم في البدق حطي يعني براحتك، بس تنعمي الخضره شويه والفلفل والحاجات دي تضربوها سوا. دي خلطة السمك. الشطه بقى والكمون والحاجات دي هحطها لوحدها في الميه. هتحط الليمون على بعضها عشان قشره ما يمررهاش. ماشي. ده لو انت هتاكلي على طول، انت تسيبي شويه لما تخلصي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بعد ما نضرب اهو هحط الملح. كل واحد عارف حدوقه وهو يحبه ايه. احنا بنحب عالي شويه او مظبوط، بس يعني مش مظبوط اللي هو عالي. بس عشان الشطة. كمون بقى، كمون وكزبره للسمك بالذات. اخر حبه كزبره اغلبهم بقى. انا ما بضربهمش في الخلاط عشان ما يبصوا الخلاط من الملح. ماشي، وهقلبهم حلو. السمك اهو بقى يا جماعه، انا بغسله بفتحه من جنب من هنا كده. مش عايز كده تغسلي دي كده عشان دي بيبقى فيها ساعات اوقات كتير وتبقى نضيفه كده. السمك اهو انا غسلته، هولع بقى الفرن. ما شاء الله والله يا جماعه، ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبته. السمك جميل كله سمنه. شوفوا هو اي نعم غالي بس ما شاء الله عليه. وبألف هنا للي هياكل. اتفضلوا معانا. دي سمنه هي بقدحها للرز. في ناس ما بتديهاش بس انا بحبها مقدوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبه بقى. كده بقى انا بقلب الرز اهو من فوق لتحت، وبعد كده هدفع عليه واغطي عليه واسيبه. انا معايا دلوقتي نخالة القمح اللي هي الردة. ماشي، القمح بقى الغلة على حسب ما بيسموه. هنزل فيها السمك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفونا تشوي الاول. هشوي الشبار الاول علشان خاطر السمك الرنجة ما بيجيبش وبيحمر ويبقى من جوه طري. هو بيعوز نار هادية، فانا هسخن الفرن عشان السمك الرنجة ما يتحرقش. سوى رنجة سوى سردين او اي سمك مجمد بيعوز نار تكون حامية، وفي نفس الوقت ان انت تهدي الفرن عليه عشان ما يبقاش من جوه طري، لان هو بياخد سوا شوية عشان يبقى كبير. ماشي، انا قلبت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هجرب الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط حبة ردة هتولع كده. كده الفرن بتاعي بقى جاهز احط فيه السمك. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انت معليه بقى الفرن ولا موطيه؟ عليها علي من فوق ومن تحت، وساعة ما يبدأ ياخد وش هبدأ أهدي النار. لو السمك كبير، السمك صغير عاوز نار من فوق ومن تحت ويطلع. أنا دلوقتي سمك متوسط، يعني هعلي وعادي. أنا عليته خالص على الآخر ماشي، ومن فوق أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يبقى من فوق. ما شاء الله. صلي على النبي. الله أكبر ما شاء الله عليه. شفت السمك عامل دخانها في الفرن. كده بقى أنا هبدأ أقلب. كده هتقلبي السمك ولا؟ ولما هو أحمر كده خلاص ماشي. شفت ما شاء الله بيعمل. ما شاء الله ما شاء الله. أنا السمك معايا أحمر أهو. هبدأ أسحبه. السمك الرنجة اللي مطفية عليه النار خالص. السمك كان لسه عايزة احمر فحطها جنب الفرن. ماشي ما شاء الله. أهو الرز اهو يا جماعة، وهو ما شاء الله. حطوا بقى في أنا عايزاش بس التليفون بتاعي ينزل بقى هنا. بسم الله بسم الله. كده يوسع في الفرن. وكده انا خلصت اهو. في سمك كبير، بس السمك كبير اسمه عمته رنجة وفي وصباط، صح؟ رنجة وصباط. احنا روحنا الدار طلعناها. طلع وشك، طلع وشك. طلعناها. ده كده اللي هو ايه عشان كبيرة، فبحطها بره شوية تاخد من صهد الفرن، وفي نفس الوقت ما تبقى مستوية. كده خلاص خلصنا معاكم. يا رب الفيديو يعجبكم. متنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.